صباح الخير على كل المتابعين وكل اللي بيتابعونا من أي مكان في الدنيا. أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة. جولتنا النهاردة بالترام، هنركب الترام وهنروح من فيكتوريا لغاية محطة الرمل. هنشوف المحطات ونشوف أجواء اسكندرية بالترام. الترام طبعا معروفة في اسكندرية، الترام الزرقاء وفي الترام الصفراء وفي ترام الكهرباء زي ما احنا عارفين الجديدة. دلوقتي هنركب الترام الزرقاء اللي احنا شايفينها دي، هنركبها من فاكتوريا. وهنشوف محطة محطة وهنشوف كل محطة فيها ايه. هنركب الترام مع بعض حبايبي المتابعين. قبل ما نبدأ جولتنا الجميلة النهاردة في ترام اسكندرية، يا ريت ما تنسوش اللايك، وده دعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية. ولو انتوا جداد معانا واول مرة تشوفونا وشفتونا بالصدفة، اشتركوا بقى في القناة وتعالوا معانا كل جولة جديدة احنا بنعملها في جولات اسكندرانية. جولات اسكندرانية هي دليل اسكندرية. يلا بينا نركب الترام. ركبنا الترام من فيكتوريا ومشينا طبعا. هنا قابلنا طبعا محطة لوران وثروت وسيدي بشر. احنا دلوقتي وصلنا محطة سان ستيفنو. سان ستيفنو معروفة فيها طبعا مول سان ستيفنو و والفور سيزون زي ما احنا شايفين. ادي المحطة وصلنا لها، ادي الفندق والمول قدامنا زي ما احنا شايفين. طبعا الجولة دي كانت الصبح، كانت في حدود الساعة 6، وكان لسه النهار بيطلع زي ما احنا شايفين. جنب المول طريق البحر اللي احنا شايفينه ده، طبعا العربيات داخلة فيه. هنمشي المحطة اللي بعدها. طبعا من سان ستيفانو المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها هي قصر الصفا. بصوا كان لسه النهار يا دوبك بيشقشق. طبعا جولة جميلة بالترام الصبح واحنا ماشيين كده بنتفرج على المحطات. قربنا نوصل المحطة، محطة قصر الصفا زي ما احنا شايفين. المحطة دي جميلة كلها فيلل وبيوت فخمة جدا في اسكندرية. بصوا الشارع دوت، دي الرئاسة اللي قدامنا ديت او مبنى تابع للرئاسة. ادي المحطة، بصوا داخلين المحطة زي ما احنا شايفين. طبعا في ناس بتركب رايحة طبعا شغلها الصبح الساعة 6. وقفنا في المحطة، محطة قصر الصفا زي ما احنا شايفين. فيها أفخم العماير وأفخم الفلل، وغير كده كمان فيها قصر المجوهرات من الناحية التانية. هنمشي ونشوف المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها هي محطة الفنون الجميلة، اللي هي طبعا كلية الفنون الجميلة اهي. ادي الكلية قدامنا زي ما احنا شايفين. طبعا احنا كنا الصبح ما كانش في حد. ادي المحطة اللي بعدها زي ما احنا شايفين قدام كلية فنون جميلة. برضو الشارع اللي جنبها بيطلع على البحر. ودي مدخل الكلية، ودي المحطة زي ما احنا شايفين. بصوا منظر الكلية جميل جدا. بدأ النهار يطلع زي ما احنا شايفين. طبعا الترام بتقف في كل محطة حوالي دقيقتين تلاتة يعني، لأن كان الصبح والدنيا فاضية ما بتقفش ال5 دقايق. هنمشي ونشوف المحطة اللي بعدها. ادي شارع البحر برضو بيطلع على طبعا البحر. المحطة اللي بعدها طبعا محطة جليم. بصوا طريق الترام كله طبعا فيلل والحاجات الأثرية الجميلة. كده وصلنا طبعا محطة جليم زي ما احنا شايفين.
بصوا المحطة، طبعا الترام مستنية الإشارة. طبعا محطة جليم، ادي الشارع على طول بيطلع على البحر على شاطئ جليم. هنمشي ونشوف المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها طبعا سبا باشا، زي ما احنا شايفين. بصوا الفلل ومستشفى أحمد عبيد. بصوا ادي المستشفى، مدخل من هنا وليها مدخل تاني. هندخل على سابا باشا اهو، وصلنا المحطة. زي ما احنا شايفين. بصوا المحطة بصورها لكم من كل جهة، مفيش حد طبعا. 6:30 الصبح او 7:15. سابا باشا طبعا دي السفارة اللي قدامنا، السفارة تقريبا الألمانية. بصوا كل محطة بعدها بيبقى الفلل والبيوت. ودي مدرسة. داخلين طبعا على محطة الهدايا. بصوا المنظر الصبح. ادي وصلنا محطة الهدية، ودي مستشفى الهدية طبعا على الترام على طول معروفة اهي الهدية. ادي المحطة طبعا فاضية، الترام مش بتقف ياما لما المحطة بتكون فاضية. ودي مستشفى الهدية قدامنا، وبرضو نفس الكلام، الشارع ده بيطلع على البحر. هنمشي بقى شوية، هندخل المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها هي ايه بقى؟ محطة بوكلة. بصوا الأشجار، ادي بوكلة وادي أبو ربيع للسندوتشات. أبو ربيع طبعا معروف هناك في بوكلة. ادي المحطة. بصوا برضو المحطة فاضية، الترام هتمشي على طول. بدأ النهار يطلع أكتر وأكتر زي ما احنا شايفين، بس طبعا لسه الشمس ما طلعتش. هنا احنا في محطة ايه؟ في محطة سيدي جابر. ادي محطة سيدي جابر، وادي شارع المشير، وادي طبعا سندوتشات الوحيد او مطعم الوحيد زي ما احنا شايفين. بصوا عامل طبعا الفول والفلافل الصبح بتبقى سخنة زي ما احنا شايفين. بدأ طبعا النهار يطلع والناس تكتر في الشارع. نمشي بقى من الناحية التانية. من الناحية التانية داخلين على كليوباترا. ادي محطة كليوباترا، نفس الاتجاه برضو اللي احنا ماشيين فيه بس من الناحية التانية. بصوا هنا بقى الجو، مشينا من محطة كليوباترا. بصوا الترام، شايفين المنظر؟ بصوا الترام بتجري ازاي. طبعا اجيب الترام التاني ده اللي بيجي فيه الترام اللي رايحة على فيكتوريا، احنا جايين من فيكتوريا. بصوا ادي الاتجاه واتجاه عشان نبقوا شايفين احنا ماشيين ازاي. وصلنا طبعا محطة قيمة من محطات ترام اسكندرية، هي محطة طبعا سبورت.
وادي نادي سبورتن قدامنا، ادي المدخل شايفينه. نيجي بقى من الناحية التانية برضو اتجاه الترام التانية اللي جاية من بكوس، شايفينها؟ بصوا الترام وبيتقابلوا بقى الخطين هنا في النقطة دي، وبيمشوا الاتنين اللي جاية من بكوس واللي جاية من الاتجاه اللي احنا جايين منه بيمشوا في خط واحد لغاية محطة الرمل. ادي طبعا سبورتن المحطة الرئيسية زي ما احنا شايفين. محطة سبورتن طبعا معروفة، كان موجود هنا زمان سينما سبورتن، طبعا هنا عند بتاع العصير ده بالظبط مكان السينما. هنا بقى وصلنا محطة الجامعة. محطة الجامعة فيها مجمع الكليات، مجمع كليات طبعا اسكندرية. وكده داخلين على جامع ابراهيم ومحطة الرمل. ويا رب تكون عجبتكم الجولة النهاردة، واشوفكم الجولة الجاية. باي باي.